بيبدأ الفيلم بطفل اسمه كام وبيكون عايش في قرية في تايلاند بيربوا أفيال، وبيكون كام بيحب الأفيال جدا، وكوي أبو كام بيكون بيوصله بالفيل كل يوم للمدرسة. وبيكون كام عنده فيل بيحبه قوي ومسميه بوري وبيهتم بيه وبيحمي في النهر. وبيكون الفيل بوري بيساعد كوي في تقطيع أخشاب الأشجار اللي كان كوي بيصنع منها أقفاص. وبيكبر كام وبيخلف الفيل بوري فيل صغير، وكام بيبقى فرحان بيه جدا وبيسميه كورن. لحد ما في يوم بتيجي عصابة وتكون عايزة تخطف الفيل الصغير كورن، فتيجي أم الفيل عشان تدافع عنه، فتهرب العصابه وتجري وتضرب العصابه نار بشكل عشوائي، بس بتيجي طلقه في ام الفيل الصغير وتموت. فيزعل الفيل بوري جوزها والفيل كورن ابنها الصغير عليها، وكام واهل القريه كمان بيزعلوا عليها قوي. وبيقرر كام انه يتمرن ويلعب العاب قتاليه علشان يقدر يدافع عن الافيال لو حصل هجوم تاني من اي عصابه. ويجي ميعاد المهرجان السنوي اللي فيه بيفحصوا الافيال، وبنعرف ان الفيل اللي بيعجبهم بيشتريه الملك وبيبقى ملكه. وبيدخل كوي المهرجان ومعاه الفيل الكبير بوري، وبيستنى كام والفيل الصغير كورن بره، ويشتري كام جرس للفيل الصغير، وبيلعب الاطفال مع الفيل كورن بمسدسات الميه. والفيل كورن بيسيب كام ويمشي ورا الاطفال علشان يلعب معاهم ويرشهم بالميه بخرطومه. في الوقت ده بيجي الدكتور البيطري يكشف على الفيل بوري، ويلاحظ كوي والفيل بوري ان الدكتور ده كان مع العصابه اللي قتلت ام الفيل الصغير. ويقول كوي للدكتور انه مش هياخد الفيل منه ويتخانق مع الناس الموجوده. فيخاف الدكتور ان كوي يقول للناس انه مع العصابه، فيطلع واحد من الموجودين مسدس ويضرب بيه كوي. فيجري الفيل ورا اللي ضرب كوي بالنار عشان ينتقم له. في الوقت ده بتروح العصابه وتخطف كورن وهو بيلعب مع الاطفال.